والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم كلمتين بمناسبة الصوم الكبير. كل سنة وانتم طيبين ويجعله صوم مبارك وسعيد. الصوم الكبير سموه الكبير لأسباب. أول سبب إنه كما يبدو أكبر الأصوام في عدد الأيام، 55 يوم 8 أسابيع. ولو إن في رأيي أكبر الأصوام عندنا هو الأربع والجمعة، لأن الأربع والجمعة على مدار السنة 52 أسبوع، منهم 7 أسابيع أيام 50 مفيش صيام أربع وجمعة، يعني 45 أسبوع في يومين ب90 يوم، أكبر من الصيام الكبير. أيضا سموه الصيام الكبير لأنه يشمل 3 أصوام: 40 المقدسة، وأسبوع الآلام، والأسبوع الأول الذي يقال أنه تعويضي. وأيضا سموه الصيام الكبير لأنه صيام شيدي له قيمة كبيرة في الحياة الروحية بالنسبة للناس، واللي لا ينصلح حاله في الصيام الكبير يبقى حياته معقدة. على أي حالة، هناك عبارة تقول في سفر يوئيل النبي: قدسوا صوما. يعني ايه قدسوا صوما؟ يعني الصوم ده يكون ايام مقدسة. يعني نصيحتي ليكوا استفيدوا روحيا من ايام الصيام الكبير. ليس الصوم مجرد اختلاس في نوعية الاكل، انما الصوم اولا وقبل كل شيء هو في الحياة الروحية، كيف تنمو وكيف يصل الإنسان إلى وضع أفضل. أنا مش عايز تبقى روحيتنا خاصة بالمناسبات، لا، المفروض إن روحيتنا تكون ماشية صح سواء في أيام الصوم أو غير صوم. لكن على أي حالات فترة نتذكر فيها إن احنا نسلك روحيا في الطريق السليم. حاول إنك انت تتقدم خطوة في حياتك الروحية أثناء الصوم. لأن ساعات واحد يقول: وأنا مالي، أنا كويس أوي كده، هعمل إيه تاني؟ طول ما انت شاعر إنك انت كويس كده، مش هتزيد عن كده ومش هتتغير عن كده، وهتتجمد على الوضع معين. تحتاج في الصوم الكبير أو في بدايته إنك انت تجلس إلى نفسك وتشوف إيه التغيير اللي ينبغي أن تسلك فيه روحيا. إيه التغيير أو التجديد؟ كيف تكسر حدة الروتين في حياتك؟ كيف إن حياتك تكسر الوضع المجمد فيه وتشعر بأنك أنت دخلت في فترة جديدة لها طابع جديد مشوق ليك وكويس ليك، اسلوب جديد. يعني افتكر الآية اللي بتقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. حاول انك انت تدوق الروحيات التي تليق بالصوم الكبير، او على الاقل في الصوم الكبير افتكر الآية اللي بتقول: ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب.
الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وعلى رأي ماري إسحاق، ربنا عارف اختلاف نفسيات الناس، فلذلك جعل هناك طرق كثيرة يسلك فيها الناس في طريق الخلاص. اللي بيسلك في طريق الزواج، واللي بيسلك في طريق الرهبنة والبتولية، واللي بيسلك في طريق التكريس، واللي بيسلك في طريق العلم والاجتهاد، واللي بيسلك عادي على قده. المهم انك انت تشوف ايه الطريق اللي يناسب حياتك وخلاص نفسك وتسلك فيه. ربنا مش عايز يجبرك على طريق معين، المهم انك انت تمشي في طريق صالح ايا كانت صورته، وهو مستعد يساعدك ما دام الطريق اللي انت ماشي فيه ما فيهوش غلط. لو ربنا عايز يغيره يغيره، لكن انت ما تقعدش تتردد وتقول اسلك في كذا ولا في كذا. ربنا يساعدك في حياتك عن طريق النعمة. نعمة ربنا تساعدك في الحياة، او يساعدك عن طريق عمل روحي القدوس في حياتك، على شرط انك انت تشترك مع النعمة في العمل وتشترك مع روح الله القدوس في العمل. وممكن ربنا يساعدك عن طريق خدمة الكلمة، تأثير كلمة الله في حياتك. يا ريت تكون فترة الصوم الكبيرة هي فترة توبة. ولعل واحد منكم يقول ايه التوبة؟ هو انا ماشي في الخطية علشان اتوب؟ ما انا ماشي كويس. التوبة على الاقل هي تغيير الى افضل في حياتك، تغيير الى افضل في حياتك، نمو في حياتك الروحية. ترك عادات ثابتة فيك ينبغي ان تتغير، او التخلص من اعترافات خاطئة عندك تتكرر باستمرار ومحتاجة تتغير، او ترك الروتين في حياتك. يعني ايه روتين؟ يعني واحد حياته عبارة عن روتين، الصلاة روتين، المزامير روتين، التسبحة روتين، الأداديس روتين، روتين 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 بلا روحيات. وممكن ربنا يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الله مستعد أن يجذب الإنسان إلى التوبة بأنواع وطرق شتى. إما أن ربنا يجعلك تحب الحياة الروحية وتتأثر بها، وإما وانت ماشي في حياة الخطية يضربك كم ضربة تفوق لنفسك وترجع. يعني إما بالحمض وإما بالرهبة، أو بتجربة ترجع الإنسان لحياته الروحية، أو ضيقة ترجع الإنسان لحياته الروحية، سواء ضيقة ليه أو ضيقة لأحد أحبائه خليه يفوق لنفسه، أو مرض. ما هو مش كل إنسان بيتوب حبا في الحياة الروحية. في إنسان ياخد له خبطة كده كويسة يفوق لنفسه. دي تذكرنا بقصة إخوات يوسف الصديق لما قدر هو يوضبهم كويس، فبدأوا يقولوا الآن نتذكر أسانا اللي احنا أسأنا إليه وربنا عمل معانا كده. في تجارب تخلي الإنسان يتوب.
خبطات تخليه يتوب يفوق لنفسه. الله مستعد انه يجزمك الى التوبة باي طريقة، وربنا مستعد انه هو اللي يبدأ معاك. ربنا بدأ مع آدم بينما آدم كان هربان منه، وبدأ مع أسرة نوح وأخذهم وأخرجهم من الوسط الشرير، ومع أسرة لوط وأخرجهم من المدينة التي تحترق. ربنا مستعد إن يبدأ معاك، المهم إنك أنت تتجاوب معاه